حكايتنا النهاردة بتبدأ مع أندي وهو صغير ومامته بتصوره بالكاميرا وهو بيلعب بالألعاب بتاعته وبيتعامل معاهم كأنهم أصحاب حقيقيين، والأيام بتعدي وأندي بيكبر يوم بعد يوم لحد ما بقى على وش إنه يروح الجامعة. في يوم مامته قالت له افتح الصندوق بتاع الألعاب، بقالك كتير ما لعبتش بيهم. أندي فعلا فتح الصندوق وبص على وودي وباز وباقي أصحابه، بس واضح إن الزمن اتغير فقفل الصندوق تاني ومشي. ساعتها كل الألعاب كانت زعلانة وحاسة إن أندي ما بقاش مهتم بيهم زي زمان. ودي جمعهم في اجتماع وقال لهم بهدوء أندي كبر وكنا عارفين إن اليوم ده هيجي، بس مستحيل يرميكم أو يتخلى عنكم، هو بس هينزلنا البدروم علشان يفضل محتفظ بينا. بعض الألعاب اتوترت وخافوا يحصل لهم زي ما حصل بلعب صاحبهم زمان، لكن وودي طمنهم وقال إحنا هنفضل معاه مهما حصل. وفجأة سمعوا صوت باب بيتفتح. أندي دخل أوضته مع أخته الصغيرة ومامته. مامته بدأت تطلب من أخته إنها تجمع الألعاب اللي مش محتاجاها علشان يتبرعوا بيها للحضانة. البنت صغيرة حطت لعبة باربي في الكرتونة، وبعدين مامته سألت أندي عايز تتبرع أنت كمان بالألعاب بتاعتك؟ أندي رفض وقال لها لا أنا هحطهم في البدروم. بدأ يجمع الألعاب ويحطهم في كيس أسود وماسك وودي علشان ياخدوا معاه الجامعة. أندي كان هينزل الألعاب البدروم، لكن وهو ماشي ساب الكيس على الأرض ثواني علشان يساعد أخته. وهنا جات الأم وخلت الكيس الأسود ده كيس زبالة وخدته ورمته بره على الرصيف. الألعاب كانت جوه الكيس ومش فاهمين اللي حصل وبيفتكروا إن أندي اتخلى عنهم ورماهم في الزبالة، فكل واحد فيهم كان متضايق ومصدوم. لكن وودي كان واقف من بعيد شايف اللي حصل كله وعارف إن أندي ما كانش يقصد، فجري بسرعة علشان يلحقهم قبل ما عربية الزبالة تيجي. الألعاب حاولوا يفتحوا الكيس من جوه وفعلا قدروا يهربوا قبل ما العربية توصل. ولما وودي وصل عند الرصيف بيدور عليهم لكن ما لقاهمش، فهم إنهم هربوا وراحوا مع الكرتونة اللي فيها التبرعات. الكرتونة اتشالت واتحطت في شنطة العربية ومامته خدتها وراحت على الحضانة. هناك قابلت المشرفة ومعاها بنتها الصغيرة بوني، سلمت لها الكرتونة وقالت لها دي ألعاب للأطفال أتمنى يستفيدوا بيها. المشرفة خدت الكرتونة ودخلت بيها أوضة اللعب، وأول ما الألعاب دخلت المكان الأطفال كلهم جروا عليهم بحماس، بس مش الحماس اللطيف. الأطفال دول كانوا صغيرين قوي ويلعبوا بشكل عنيف ويدوسوا ويشدوا ويرموا. اتكسر الست بطاطساية والديناصور اتلوى وباقي الألعاب اتبهدلت خالص. وفي نفس الوقت وودي كان مع بوني اللي أخدته من على الشجرة. بوني رجعت البيت وفتحت شنطتها ولقت وودي، اتبسمت وقعدت تلعب بيه مع الألعاب الصغيرة بتاعتها. ولأول مرة وودي حس إنه حد بيحبه وبيقدره تاني وكان مبسوط. نرجع للحضانة. بعد ما الأطفال الصغيرين بهدلوا الألعاب باز قال إحنا لازم نتكلم مع لوتسو يمكن يفهم الوضع وينقلنا لأوضة الأطفال الكبار. باز طلع من الفتحة اللي فوق الباب ومشي لوحده لحد ما وصل لقسم الألعاب الكبيرة. سمع لوتسو وأصحابه بيتكلموا الأطفال الصغيرين بيدمروا أي لعبة جديدة، إحنا بنديهم الألعاب الجديدة علشان يبوظوها ولما يزهقوا نرميهم. ساعتها باز فهم إن لوتسو شرير ومسيطر على المكان كله بالقوة. وقبل ما باز يلحق يمشي واحد من الأطفال شافه ومسكه وجاب لوتسو. لوتسو ابتسم وقال له بهدوء مصطنع أنا ممكن أنقلك لأوضة الأطفال الكبار بس لو سبت أصحابك ونسيتهم. باز رد بسرعة وبثقة مستحيل إحنا فريق واحد. لوتسو اتنرفز وقال للطفل فك الغطا. رجعه وضع المصنع. الطفل قام وفك باز من ظهره وضغط على زر إعادة ضبط. باز رجع يبص حواليه بصوت بطل فضاء عامل نفسه جاي من ناسا أنا رائد الفضاء باز يطير، من أنتم ولماذا أنتم في قطاع العمليات؟ وبدأ يهاجم أصحابه لأنه نسي كل ذكرياته معاهم. دلوقتي بقى شايفهم أشرار. الألعاب حاولت تهديه لكن لوتسو استغل اللحظة وحبس كل الألعاب في أقفاص وخلى باز الحارس بتاعهم. ونروح لودي. وودي كان في بيت بوني وكانت تلعب بيه بحب وهدوء، وودي كان مبسوط بس قلبه لسه مع أصحابه. وفي يوم وودي قال لألعاب بوني أصحابي في خطر لازم أرجع لهم. الألعاب دول كانوا طيبين فوروه مكان بيت أندي على الكمبيوتر. وودي اتأكد إن الحضانة قريبة جدا فقام وخرج علشان يرجع ينقذ أصحابه. وودي وصل للحضانة بالليل ودخل من شباك الأوضة اللي فيها الأطفال الصغيرين. أصحابه أول ما شافوه اتصدموا وفرحوا في نفس الوقت والكل اعتذر لبعض ورجعوا فريق واحد زي زمان. لكن المشكلة الكبيرة كانت باز اللي واقف بيحرسهم زي جندي في الجيش ومش فاهم إنهم أصحابه أصلا. فجأة جاله وودي لازم نرجعه ذاكرته. فبارابي راحت عند كيني اللعبة اللي لوتسو معتمد عليه، عملت نفسها بتحبه وبعدين شدته من شعره وقال لها كل حاجة عن طريقة إرجاع باز للوضع الطبيعي. وأول ما عرفوا الزر الصحيح راحوا كلهم على باز وقاموا مثبتينه وبارابي ضغطت على الزر. باز رجع لوعيه بس اتقلب باز بالإسباني، بدأ يرقص ويتكلم بحركات درامية. رجع صاحبهم ومشى معاهم في الخطة. وقت التنفيذ ودي قال نهرب بالليل من النافذة ونروح على ساحة الأمامة ومن هناك نخرج نعدي من البوابة الخلفية وندخل جوه صندوق الزبالة احنا اللي نختار نرمي نفسنا علشان نخرج بره الحضانة. وبيوصلوا كلهم لساحة الأمامة لكن فجأة لوتسو وأتباعه بيظهروا قدامهم وقافلين الطريق. لوتسو قال بصوت بارد
مفيش هروب، انتوا هتفضلوا هنا للآخر. لكن قبل ما يرميهم في صندوق الزبالة، واحد من الأطفال اللي لوتسو كان كذب عليه شافه وقال: انت كذاب، انت قلت ان ديزي بتحبك. الطفل اتعصب ومسك لوتسو ورماه هو كمان في صندوق الزبالة، والصندوق اتقفل. وفي اللحظة دي جت عربية الزبالة وخدت الصندوق ومعاه كل الألعاب كانت جوه صندوق الزبالة، والعربية خدتهم على مكب النفايات. هناك بدأوا يتزحلقوا على سير كبير بينقل الزبالة ناحية مفرمة عملاقة بتسحب كل حاجة وبتفرمها. بعدها السير نقلهم أعلى ناحية مغناطيس عملاق اللي بيشفط الحاجات المعدنية، فكل الألعاب اللي فيها معدن اتسحبت لفوق ما عدا السيد بطاطساية لأنه بلاستيك. وبين الزحمة شافوا لوتسو متعلق وبيصرخ وبيطلب المساعدة، وودي ببساطة مد إيده وأنقذه، رغم إن لوتسو كان السبب في كل اللي حصل. لكن لما وصلوا للزر اللي بيوقف السير ولوتسو كان واقف جنبه، ما دوسش، سابهم يتحركوا ناحية النار، وبكل ندالة مشي. السير اتحرك بيهم لنقطة النهاية، نار ضخمة بتحرق كل حاجة. الألعاب حاولوا يجروا، مفيش مفر، مفيش سلالم، مفيش طريق تاني. وقتها باظ بص جيسي ومسك إيديها علشان يطمنها، وودي شاف كده ومسك إيد باظ، والباقي مسكوا بعض واحد ورا التاني وسكتوا. مفيش صريخ، مفيش خوف، كان في قبول. لو هيموتوا مع بعض. وهي دي اللحظة اللي كسرت قلوب العالم كله. المعجزة فجأة خطاف معدني ضخم ينزل من فوق ويسحبهم بعيد عن النار. مين اللي كان سايق الونش؟ الثلاث كائنات الفضائية الصغيرة. كانت جملة حياتهم وجت في أهم لحظة. الكل بص عليهم ومحدش مصدق إنهم لسه عايشين. العودة إلى أندي الألعاب رجعت بيت أندي، واستعدوا إن كل واحد يروح مكانه. وودي كان المفروض يدخل في صندوق أندي اللي هياخده معاه الجامعة، لكنه وقف وبص على أصحابه وعارف إن مصيرهم لو اتسابوا في البودروم هيبقى نهاية حزينه. فكتب ورقة وحطها على الصندوق الكبير. إلى بوني أندي قرأ الورقة وافتكر ذكرياته، وركب العربية وراح عند بيت بوني وقعد معاها وقدم لها كل لعبة بإيده واشرح لها كل واحد فيهم بيعمل إيه وبيحب إيه. ولما وصل لودي وقف ثواني، وشه اتغير. وودي بالنسبة له مش لعبة، ده أعز صديق. لكن في الآخر سلمها وودي وقال: خلي بالك منه، ده كان معايا طول عمري. أندي لعب معاهم كلهم آخر مرة. ضحكوا، اتحركوا، رجع طفل دقيقة وبعدين قال: شكرا على كل حاجة، ويركب عربيته وماشي. وبوني مسكته وودي وقربته من باقي الألعاب، وودي بص للسما وقال جملة صغيرة: إلى ما لا نهاية وما بعد ذلك. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده، سلام.